السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. حبايب قلب اخواتي المشاهدة في كل مكان، بحبكم جدا في الله. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال إعجابكم. قبل ما ندخل في الفيديو يا ريت نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي ورسولي وحبيبي وشفيعي محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأشراف. بحبكم جدا في الله. حبايب قلب اخواتي المشاهدة في كل مكان، معانا الرومي التايجر الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. حاجه كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. طب والابيض ده مشاهد، الابيض ده تايجر فاتح جدا، حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده اهو الكتكوت 10/10، حاجه كده ما شاء الله. طبعا هما انا لسه هعلفهم، ما علفتش لان انا بحط بقى زي ما انتم كلكم عارفين ان انا لا اما بسلق لهم بيض، لا اما بسلق لهم بطاطس، لا اما بحط لهم زبادي، فالوجبه بتاعتهم لسه ما نزلتهاش. بس برضو انا مش جايه عشان اقول لكم على الوجبه. معانا كمان الرومي ده الاسمر ده، واللي لسه جاي لي حالا يا جماعه. ده رومي مزارع مش رومي رقده، عشان تبقوا عارفين. ال10 دول انا جايباهم من عند خالد من المعمل، بعد جايباهم عشان في يوم الثلاث مش هيبقى في رومي، وفي واحد من متابعيني عايز 10 رومي مع الجميزه، فهيبقى في جميزه ومش هيبقى في رومي. وطبعا انتوا كلكم عارفين ان في المعمل ما بتبقاش حاجه تتفرخ او تتساب، فانا قلت بقى اجيبهم ال10. تمام. مش كده وبس، معايا مفاجاه في الفيديو، مفاجاه كبيره جدا جدا لمتابعيني واللي عارفيني كويس طبعا. عايزه اوريكم الاول الجميزه وحيويتها، الجميزه وجمالها. الكتكوت ده مش جميزه على فكره، الكتكوت ده فيتنامي بيور. الجميزه اهي عايزه اظبط الكاميرا بس بعيد عن اللمبه ثواني. الجميزه اهي. النهارده اليوم السابع، النهارده اليوم السابع للجميزه. تمام. حاجه كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك. طبعا انا لسه موسعه لهم ومنزلاهم على الارض حالا. شويه شويه مش راضيه. تمام. حاجه كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك. ربنا يبارك للجميع. والله يا جماعه شوفوا ما شاء الله ولا قوه الا بالله. حيويه الكتكوت انا لسه ما علفتش، يعني انا لسه حاطه الميه ب جرعه الكوكسيديا ولسه ما علفتش، لسه هعلف دلوقتي ان شاء الله باذن الله. طبعا راكنه اللمبه دي هنا عشان الاضاءه، فعلا خايفه لا تحرق اي حاجه يعني. ربنا يسترها عليا وعليكم وعلى امه محمد اجمعين، اللهم امين يا رب. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك. ربنا يبارك ليا وليكم ولامه محمد. معاكي ام مشاهد وقاعده محيرانا عليه، معاكي ام مشاهد وقاعده تشوقينا ليه. طبعا الهندي دوت محجوز يا جماعه، في 4 هندي و4 فيتنامي هيطلعوا دلوقتي حالا مثلا بعد 10 دقايق يا دوب اكلهم بس يفطروا كده فطار كويس. تمام. الكتكوت ده بيوصل ل 10 كيلو، من 10 ل 13 كيلو في الدوره. تمام. الكتكوت ده بيوصل من 10 ل 13 كيلو في الدوره، عشان تبقوا عاملين حسابكم على ال6 شهور بيبقى 13 كيلو. كتكوت الرومي ده ما شاء الله لا قوه الا بالله. كمان كتكوت الرومي التايجر، كمان كتكوت الرومي التايجر مميز جدا جدا، لون وشكل وجمال، وكمان ما شاء الله لا قوه الا بالله. معاكي ام مشاهد وقاعده بتشوقينا عليه. معايا رومي ابيض امريكي، معايا رومي ابيض امريكي. بصوا بقى وصايه، يعني لو قلت لكم انا موصيه عليهم بقالي سنه هتقولي لي بتكذبي. مش عارفه والله العظيم بجد. 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 كتكوت. 16 كتكوت ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم بارك. ده الابيض الامريكي اهو لسه بالبرشامة على بقه اهو، لسه ما اكلش. تمام. لسه منزلاه حالا اهو. اللهم بارك. ربنا يبارك للجميع. هعمل له ايه بقى ان شاء الله باذنك انت يا رب كده. هحط لهم دلوقتي وجبه كامله متكامله. هناخد البيضتين اللي طالعين من الفقاسه بتاعتي دي، مفهومش كسر، مفهومش خصوبه اهو. بيض فراخي انا هسلقهم الاول كده واجيبهم لهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. ياكلوهم مع العلف، مش هحط لهم العلف لوحده.
ولو عايزين نربي بقى مع بعض الدورة دي، عايزين نربي مع بعض الكتاكيت دي، اللي حابب الفكرة يكتب لي. عايزة اقول لكم، شايفين الحيوية والنشاط اللي بيقولوا جميزة بيور يا جماعة، جميزة بيور 7 ايام النهاردة. شايفين حجم الكتكوت وشايفين بصوا حيويته اهو، وكمان ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصوا اكنه كتكوت بلق ابيض. اللهم صل على كامل النور. اهم حاجه النظافه، اهم حاجه المكان يكون كويس، واهم حاجه التغذيه ودرجه الحراره. درجه الحراره دي مهمه جدا جدا. شايفين لمضمتين في وسط الرومي والكتاكيت طبعا في اول يومين. تمام، اللهم بارك، ربنا يبارك للجميع يا رب. اهو طبعا هشيل الميه دي وهحط ميه بسكر عشان الجداد. تمام، واللهم صل على كامل النور يا رب العالمين. ههتم بيهم معاكم. اللي حابب يشوف او يكون معايا في التربيه في دوره الرومي والكتاكيت دي، يتفضل مشكور يكتب لي في التعليقات. عايزه لايكات كتير. اللي يشوف الفيديو عايزه اللي يعلق لي تعليق ايجابي. مش بحب التعليقات السلبيه، مش عايزه حد يقول لي اي تعليقات مش عاجباني. تمام اللهم بارك، ربنا يبارك للجميع يا رب. ده كتكوت فيتنامي عمري يوم طالع، بس لحد دلوقتي لسه مش لاقيه له مكان، فحطها مجهز له مكان عمال يصوت. فضيت دي انا هي هعقمها وهغسلها عشان في كتاكيت هتطلع من الفقاسه جديده. كتاكيت هتطلع جديده. عايزه بقى تشجيع منكم لام مشاهد. عايزه انضف الاوضه دي، والله العظيم ورايا شغل النهارده موت يا جماعه ورايا شغل النهارده موت. شايفين طالع لي ايه؟ فيتنامي بيور وقطني وحاجه كده. هسيبها لكم، مش هقول لكم هي ايه، بس هسيبها مفاجاه. تمام، نفتح للكتكوت القطني ده ونقول له اهلا بيك، شرفتنا اهو. تمام اهو، اغلبيه البيض قطني، لان انا كنت بلم هناك عند القطني، وكانت اللي بلاقيه فيتنامي كنت بشيله. يعني اللي هيطلع هنا يبقى فيتنامي وقطني، ولو بيضتين 3 تايجر بس، وكان الله بالسر عليه. شايفين اهو القطني اهو، هو طالع وهو ناشف اهو. شايفين اهو السواد. تمام في كذا واحده بقى نقره، والله المستعان. برضو ادينا قاعدين. ده الفيتنامي اللي لسه طالع اهو. ياخدي كتكوته اهو، بس لسه سراره طري. نسيبه بقى كده يطلع براحته. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. ربنا يبارك لي وليكم ولأمة محمد، ويوسع رزق أمة محمد أجمعين. اللهم آمين يا رب، يا رب العالمين يا رب. تمام، كتكوت ده ناقر اهو، بس أنا لقيت القشرة جايبة دم، بشوف هو كويس ولا ايه. يعني مش هفتح له، بس عايزة أشوفه إذا كان كويس ولا ميت. لا كويس الحمد لله. بس البيضة بس كانت مقلوبة عليه وهو بينقر. فان شاء الله بقى طبعا مش هتاخد اي اجراء ناحيته دلوقتي. هسيبه ساعتين وهرجع ابص عليه اشوفه دنيته عامله ايه. تمام اهو. عايزه اوريكم كتكوت كده كان طالع وكنت مخبيه فوق. انا نفسي اقول لكم المفاجاه يعني، بس مش عايزه احرقها. انتوا فاهميني؟ عايزه ده اما يطلع وينشف كده ويطيب ويفك كده. لسه بيطلع من البيضه ولسه. شوف فتحت له لما لقيته ما بينقرش ومش بيكمل نقر، فتحت له وكانت غلطه مني، ويا ريتني ما كنت غلطتها، لان الكتكوتين دول 2 بس. وبصوا بقى يعني الله المستعان، الله المستعان، ربنا يسترها علينا. عايزين نقفل الفقاسه بقى عشان الفيديو طال جدا. وعايزه اقول لكم بحبه جدا في الله، ويا رب كده تكون سنه سعيده عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.